بص يا سيدي، انا دلوقتي محتاج حل للبني ادمه اللي انا متجوزها، لان اللي بيحصل معايا مش طبيعي. انا كنت خاطب مراتي لمده 4 سنين، وطول ال4 سنين دي كنا دايما نتفق نخرج في الاجازه ونقعد على البحر ونتعشى واحنا حوالينا الشموع وندلع نفسنا ونخرب الدنيا. بس كل مره اروح اخدها الاقيها بتقولي بصراحه كده انا تعبانه ومكسله اخرج، خليها الاسبوع اللي جاي. طبعا الاسبوع اللي جاي يجي وتقولي نفس الجمله. يا جدع ده احنا خرجنا مرتين بس طول فتره الخطوبه، والمرتين كانوا غصب عنها. مرة علشان نشتري لبس الخطوبة والشبكة، والمرة التانية علشان نشتري فستان الفرح. وحتى في المرتين دول كانت مش قادرة تنزل وتعبانة ومكسلة، ونزلت ساعتها علشان أمها زعقت لها وقالت لها لازم تنزلي علشان تختاري حاجتك. حلو كده بقى، لحد هنا عايزك تركز معايا وتركز في اللي جاي. حاليا بقى احنا متجوزين بقالنا سنتين، وكل ما نتخانق تقعد تقول لي يا عيني على بختي وبختك ياما، وعلى ال6 سنين اللي راحوا من عمري. طول الفترة دي عمرك ما فسحتني ولا ودتني مطعم وعشمتني فيك وغدرت بيا. أنا في الأول كنت بضحك وبقول دي أكيد بتهزر، أصلها هي اللي كانت بترفض الخروجات زمان. بس عادي ولا يهمك يا حبيبتي، هنخرج بكرة وهنقضي يوم زي العسل. وأول ما يجي بكرة وأقول لها يلا أجهزي يا حبيبتي علشان خارجين، تقول لي معلش خليها يوم تاني علشان مكسلة ومش قادرة. أنا خلاص بقى هتجنن ومش فاهم إيه المطلوب مني. عايزاني مثلا أخرج لوحدي وأرجع أحكي لها اللي حصل، ولا إيه حد يفهمني؟